من حياتي. مع الشيخ القاضي الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، ولا أريد أن أذكر مقدمة طويلة في الحديث عنه لأنني أعرف أنه ربما لا يقبل بمثل هذا. مرحبا بكم يا شيخ. أهلا وسهلا. يعني تلقيت في البداية على شيوخ من الزيدية؟ إيه نعم، وبعد ذلك قرأت أول ما قرأت كتب البيت والدح والمعاني والبيان وغير ذلك، ثم قرأت كتب الحديث، قرأت نيل الأوضار، وقرأت سبل الصلاة، وقرأت هذا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسور من الآثار، وكتاب الموطأ للإمام مالك، وكتاب والبخاري ومسلم وسنن أبي داود وغير ذلك. طيب، في من شيوخك ابن خالتك عبد الكريم بن إبراهيم الأمير، ماذا قرأت عليه؟ كيف لك المعلومات عن ابن خالتي؟ هكذا قرأت عنك، هو ليس من ابن خالتك؟ إيه، لكن أنا مستنكر، وأنت من الرياض وأنا من صنعاء، كيف تريد أن ابن خالتي؟ من يسأل موضوع يقولون يا شيخ هذا قرأت عليه جابر بن هشام. يعني أنت ناوي تخفي من ابن خالتك ولا؟ لا، لكن متعجبا، لأن يمكن أنك عارف الأشياء من الناحية العلمية الثقافية التاريخية الإشعارية، لكن من ناحية الصحارى هذا ما استغرب فقط. قرأت عليه جابر بن هشام وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذا بيني وبين الشوكاني 3، وبيني وبين الأمير 4. أما ما بيني وبين الشوكاني 3 فهو أنني أروي عن السيد العلامة قاسم ابن إبراهيم بن أحمد ابن إبراهيم، وهو يروي عن القاضي العلامة إسحاق المجاهد، إسحاق بن عبد الله المجاهد، وهو يروي عن شيخه القاضي العلامة محمد ابن محمد العمراني، والعمراني يروي عن شيخ الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني. بيني وبينه 3. أما الأمير فالسند عند العمراني، ثم أقول والعمراني يروي عن السيد عبد الله ابن محمد بن إسماعيل الأمير عن والده وشيخه الإمام محمد بن إسماعيل الأمير. فبيني وبين الأمير مؤلف سبل السلام وغيرها من المؤلفات 4، وبيني وبين الشوكاني 3. الأستاذ غالب الحرازي قرأت عليه؟ هذا غالب حكيم هذا الأستاذ غالب. أجل أطلع لك اللي عندي يا شيخ. غالب الحرازي هذا الذي درست عنده في المدرسة الابتدائية في الإصلاح، وفي المدرسة بين العزب الابتدائية، مش من العلماء. الجديد بالذات أنني درست عليه وأنا في 9 سنين و10 سنين و11 سنة صغير، ثم بعد ذلك رجع يدرس عندي العلم الشرعي، رجع يدرس عندي لأنه كان في حارة جنب حارة الفليحي الذي كنت أدرس فيها، وكان يجي يصلي وجاء وأنا بين أدرس بين المغرب وعشاء، فكان بعدها يواظب ويدرس من جملة الطلبة الذي عندي، إلا أنه ليس بيد كتاب. الكتاب بيد الآخر وهو بيسمع مدة طويلة. عندي سؤال بس بسيط قبل ما أستمر في مشايخك، بعلمك ببعض مشايخك اللي يمكن ما يعرفهم إلا نزر يسير، بتقول غريبة هذه. احنا أخذنا المعلومات من بعض الإخوان مثل الشيخ جزاه الله خير، أفادنا كثيرا عن المعلومات، لكن هل تأثرت بالمذهب الزيدي عندما درسته في بداياتك؟ لا، كنت أجمع بين الشيئين. أنا إذا قيل لي من هو الشيخ الذي يعني له الفضل في أنك أصبحت سنيا، الجواب ليس هناك أي مشايخ، إنما هو مؤلفات الشوكاني. درست مؤلفات الشوكاني وطالعتها وأنا صغير السن، فلهذا كنت أرجح السنة وأرجح مؤلفات الشوكاني، وإن خالفت مشايخي، لأن عاد معي مشايخ آخر ما تقاطعتني في الكلام سنأتي عليهم إن شاء الله. طيب، عاد كان من مشايخي أيوة القاضي العلامة يحيى ابن علي
القاضي العلامي يحيى بن محمد الإرياني والد القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري. نعم. هذا ممن قرأت عليه. هل واجهت مشكلة في مسألة التحرر من التمذهب في فترة من الفترات يا شيخ؟ لا دكتور، في بعض الأحوال يقولوا لي سني. هذه الأيام ما يتسمع، هذه الأيام يقولوا لي المتحرر وهابي. أنت اتهمت بأنك وهابي سني؟ لا سني. سني هذه الأيام قبل الثورة بعد كانوا يقولوا إلا لمن يعمل بالسنان أو يدرس مؤلفات السيد محمد بن إسماعيل أو مؤلفات المقبري أو الشوكاني أو يقرأ البخاري ومسلم أو غيرها من كتب الأمهات الست قال له سني. قام فريق عمل برنامج صفحات من حياتي باصطحاب الضيف إلى جولة في صنعاء القديمة، حيث أوقفنا الشيخ على أماكن عدة، منها المكان الذي كان الإمام الشوكاني يلقي فيه دروسه، أسواق صنعاء القديمة، غرفة القليس، وغيرها من الأماكن. وهذا المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ الإسلام الشوكاني. كان الدرس الشوكاني هنا؟ نعم. رحمه الله. سورة الترجمات. هذا المقصورة كان السيد محمد بن إسماعيل الأمي يدرس طلبة العلم. في قبر الشوكاني ما كان داخل صنعاء السابق؟ كان خارج في خيمة. وبعدها جاءوا عملوا نادي الضبط وخربوا القبور كلهم. هنا تلافينا وأخرجنا. أنت نقلت؟ أنا وطلبة العلم. وأخرجنا ونزلنا إلى هنا. نقلت قبر الشوكاني هنا؟ نعم. بنفسك؟ أنت ومن معك؟ أنا ومن معي. وبعد التويه تولد المسألة. درست في الجامعة يا شيخ؟ نعم. والجامعة، وفرق بين الجامعة والجامعة ولا ما في فرق؟ أنا دائما حينما يطلبوني أدرس في الجامعة أو في معهد أو في أي محل، لأن بعض الدكاترة يقول لهم أنا دكتور في كذا وأنا خريج كذا. أما أنا شخصيا فأنا أقول لهم أنا لست دكتور ولا معي شهادة دكتوراه ولا معي شهادة ماجستير، فأنا من العلماء الذي يدرسوا، ولكن حسن ظنهم ترجوا مني أو طلبوا مني أنا أدرس. فأنا سأدرس يوم أو يومين وتحت التجربة، إن أعجبكم وماشي فأنتم قالي ما هذا، لأنني ما درست الدراسة العليا الذي يدرسها أنا، دراسة عادي مثل ما الذي درسها الأمير والشوكاني والمقبلي والسيوطي والعسقلاني والسخاوي والصهبي وغيره. هذا الذي هذا هو العلم. ومرة قلت أنا خريج الجامع لا خريج الجامعة وليس الذكر كالأنثى. مرة قلت هكذا. وليس الذكر كالأنثى. وأيضا أجزت عددا من الطلاب. أجزت جماعة من الطلاب ولكن ما أهتمش، وإلا فقد أجزت بعض علماء اليمن وبعض علماء السعودية، بعض علماء الرياض وعلماء مكة وبعض علماء مصريين، لكن ما بنقيس أساميهم. في الحج أنت تنتدب مع وزارة الأوقاف في الغالب سنويا في حملة الحج اليمنية. نعم. مفتي للحملة؟ مش مفتي للحملة، مستشار للحملة. يا شيخ ما يجوز أن أطلق على نفسي مفتي. جزاك الله خير. مستشار إذا سألوني عن مسألة كذا كذا فأنا أجاوب عليه. والمستشار مؤتمن؟ هذا مؤتمن، ولهذا ما قد كنا نعمل لا، وإذا شيء مسألة قد كنت أتوقف فيها. التقيت بعدد من رؤساء الدول ولا ما قابلت أحدا منهم؟ ماشي عادي ما بشغل شيء دخل المستمعين الكرام. ما عندي المشاهدين هم يفعلون. قابلت جبل عبد الناصر في أول الثورة بدأوه لأعيان اليمن من المشايخ ورؤساء العشائر ومن العلماء ومن الضباط وغيره 50 شخص، أنا من جملتهم. قابلنا رؤساء مصر في ذلك الأيام قبل 40 سنة. طيب جزاك الله خير يا شيخ، ونسأل الله تعالى يوفقك ويسددك.